السلام عليكم. الفيزياء بين قوسين بعبع الثانوية العامة. كومنتات كتيرة جدا كانت جاية بتشتكي من الفيزياء، خصوصا لما انا اتكلمت في الفيديو بتاع رحلتي في الثانوية العامة وقلت ان انا كنت بعاني منها برضه. فعشان كده ناوي اديك شوية نصايح يعني ممكن تفرق معاك في مذاكرة الفيزياء في الثانوية العامة. ألف ب مذاكرة فيزياء، واللي هو لازم تكون أنت عارفه إن اللي هيقويك في الفيزياء مش إن أنت تقعد مثلا تاخد الدرس تقعد تذاكره 5 ساعات، لكن في الحقيقة اللي هيقويك إن أنت تاخد نفس الدرس وتقعد تذاكره 5 مرات. مثلا لو أول مرة ذاكرت فيها الدرس خدت منك 5 ساعات، أنا مش عارف تاني مرة هتاخد كام، بس اللي أنا متأكد منه هيكون أقل من ال5. تالت مرة تذاكر فيها الدرس أنا برضو مش عارف هتكون في وقت قد إيه، بس اللي أنا متأكد منه إنها هتكون في وقت أقل من تاني مرة. تاني نقطة في إزاي تذاكر الفيزياء هي انك ما تقلقش لو مذاكره الفيزياء او حلها، وخصوصا حلها لقيته بياخد معاك وقت كتير. الطبيعي اصلا في الفيزياء انها بتحرق الوقت بشكل غير طبيعي. لو مثلا في مره قعدت تذاكر الدرس ولقيته خد منك 9 ساعات، وانا مش بافور لما اقول 9 ساعات، ما تستغربش وما تتضايقش وما تفتكرش ان انت كده لوحدك. احنا كنا كده، واللي قبلنا كانوا كده، واللي هيجوا بعدك هيبقوا كده. انا مثلا لو فرضا ان اللي انا قعدت اذاكره طول السنه كان حوالي 2000 ساعه، فصدقني 1000 منهم كانوا فيزياء و1000 بقيه المواد كلها. حاجه بقى من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا بجد في الثانويه العامه، واللي لازم كنت اتكلم عنها في الفيديو ده، هي المدرس اللي انا كنت باخد عنده في السنتر، هو مستر اسلام. بجد هو كان اكتر من مدرس، وبجد فرق معايا جدا في الثانويه العامه. والله كان اخ وصاحب، بجد كنت بعزه جدا وحببني في الماده جدا، وكان ليه طريقه شرح كده سلسه يوصل لك بيها المعلومه بطريقه غريبه بجد. طيب انا ليه بقول لك الكلام ده وانت غالبا مش هتقدر تروح عنده؟ عشان هو عامل قناه على اليوتيوب يمكن يكون مش بينزل فيها كل المنهج، بس في جزء كبير من المنهج موجود فيها. عموما انا هسيب لكم لينك في القناه، ولكن لو انت من شبين القناطر فاياك تتردد ابدا ان انت تروح لمستر اسلام. في اخر السنه بتاعتنا عمل منصه، فانا مش عارف المنصه دي هو برضو سابها لحد دلوقتي وعاملها اوبن لاي حد داخل مصر او لا، لكن انا مش عارف، فحاول اسال في الموضوع ده واعرف لكم برضو. لكن بجد فرق معايا جدا كشرح وكشخصيه وككل حاجه في الثانويه العامه، وبالذات في الفيزياء. هو مدرس فيزياء ايه بالذات في الفيزياء؟ رابع حاجه في مذاكره الفيزياء الحل الكتير. طب وليه بقول الحل الكتير؟ ما الحل الكتير مهم في كل المواد. هو مهم في كل المواد، بس في الفيزياء بالذات اكتر من باقي المواد. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان امتحان الفيزياء اللي انا شفته في اخر السنه هي الماده الوحيده اللي يعتبر الامتحان كان جاي من اسئله انا حليتها قبل كده، وخصوصا اسئله شبيهه بكتاب الامتحان. يعني انصحك جدا تركز في حل كتاب الامتحان، حتى لو قدرت تحله مرتين، مره اولانيه مع الدرس عادي جدا كواجب وكده، ومره تانية مع نفسك، هيفيدك جدا. لان بجد اسئله اخر السنه كانت قريبه جدا من كتاب الامتحان. في مواد بيبقى الفهم فيها اهم بكتير من الحل الكتير، زي الكيمياء. ان انت تفهم التفاصيل في الكيمياء بيبقى مهم جدا، اهم حتى من ان انت تقعد تذاكر، من ان انت تقعد تحل كتير. لكن الفيزياء من المواد اللي مهم فيها ان انت تفهم كل نقطه وان انت تحل كل نقطه برضه. خامس حاجه مدرسين اليوتيوب، ودول حاول تستغلهم بطريقه اقصى حاجه تقدر تعملها. الا بقول لك حاول تستغلهم باكبر قدر ممكن. لو عايز امثله فدول بقى حدث ولا حرج، اللي انت تستريح معاه كمل معاه. يعني انا مثلا طول السنه كنت ماشي مع مستر محمد عبد المعبود، وجيت فتره المراجعه اشتركت مع مستر محمود مجدي. وبالمناسبه انا عايز اقول لكم اللي بينزلوه على اليوتيوب هو اللي بينزلوه على المنصات، فمفيش فرق. فنصيحه مني اكتفي باليوتيوب معاهم، خصوصا ان فتره المراجعه كمان غالبا بينزلوها برضه على اليوتيوب. الفيزياء ماده كبيره جدا، انت اصلا وانت رايح تذاكرها بتبقى عايز تدعي دعاء السفر. صح فعلا، ولو انت سبت نفسك هتتوه وهتدخل الدروس في بعض والقوانين في بعض. عشان كده اي قانون تلاقي نفسك مش عارف تحفظه او بتتلخبط ما بينه وما بين قانون تاني، ما تترددش في ان انت تعلقه قدامك على الحيطه. انا كنت بعمل كده لحد ما القوانين كلها ثبتت في دماغي. كنت مثلا ابقى قاعد بذاكر عربي عادي جدا، بعد كده عيني تطلع على المكتب فاشوف القانون اللي انا بنساه دايما قدامي بتاع الفيزياء فيثبت في دماغي. النقطه دي مهمه جدا جدا ان انت تعملها. اياك تعتمد على ورقه المفاهيم او تقول ما كده كده القوانين دي هتبقى معايا في ورقه المفاهيم. الوقت جوه الامتحان بيجري بسرعه رهيبه جدا، انت مش هتبقى متخيل ازاي. انت فاهم السؤال وعارف الفكره وكل حاجه موجوده في دماغك، بس مفيش وقت ان انت تحل او تفكر في الطريقه بتاعه السؤال ده، او ان انت ما بالك بقى ان انت تبقى عايز تدور على القانون في كتيب كتاب كامل اسمه كتيب المفاهيم. الدروس في الفيزياء بتبقى مرتبطه بالدروس اللي بعدها واللي قبلها. يعني مثلا زي اول درس هناخده في الفيزياء ده هيبقى مرتبط بالمنهج كله لحد الحديث، هتلاقي في منه حاجات في الحديثه. فعشان كده انت صعب جدا ان انت تنسى ان في بتساوي اي في ار. سهل جدا ان انت تنسى القوانين بتاع الدرس الدينامو او القوانين بتاع الدرس الاجهزه. ليه؟ لان دي مش مرتبطه لا باللي بعدها
ممكن تكون مرتبطه حاجه بسيطه باللي قبلها، لكن قوانينها ليها قوانين بتبقى خاصه بالدرس نفسه، ما بيبقاش ليها علاقه بالدروس اللي قبلها. عشان كده ما تترددش في ان انت تعلق القوانين دي عشان ما تنساهاش وتفضل ثابته معاك. اكتب ملاحظات، لازم دايما في الفيزياء بالذات تقعد تكتب ملاحظات. طبعا انت عارف ان السنه 12 شهر، فانا لما جيت في فتره المراجعه وفتحت كراسه الملاحظات بتاعت الفيزياء بتاعتي، انا بقيت ماسكها عمال اقرا الملاحظات. انا مش فاكر الكلام ده نهائي ومصدوم من اللي انا كاتبه، اللي هو انا بقيت ماسكها كده الله ينور، الله يفتح عليك يا ابني والله. في طلبه كتير كده في الثانويه العامه بيجي في بالهم ان هم ساعات يذاكروا حاجه زياده. يعني ايه يذاكروا حاجه زياده؟ يعني ياخدوا المواد بتاعتهم كلها عادي جدا، بس يضيفوا عليها ان هم يذاكروا من الكيمياء من الناحيه الثانيه، يعني العضويه مثلا، او ان هم يذاكروا البيولوجيا في الاحياء، او ان هم يذاكروا الحديثه في الفيزياء. فلو انت من الشخصيات اللي بتفكر في المواضيع دي، مع ان انا ما رشحش كده، بس لو انت بتفكر في كده وناوي تختار حاجه من دول تعملها، فانا انصحك بالحديثه لانها سهله وهتشجعك ان انت تكملها لحد الاخر. وصدقني فعلا لو خلصتها ده هيفرق معاك جدا 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 في الاخر، وهيخلي المواضيع معاك وقت زياده وغيرك مش معاه. دي حاجه مهمه جدا. ودي كانت النقطه الثامنه. النقطه التاسعه بقى، اي باب في الفيزياء تخلصه جرب تسمع شرحه للمدرس في فتره المراجعه. ليه بقول لك كده؟ لاني هتلاقيه بيقول لك حاجات زياده ما سمعتهاش في الباب نفسه، وربط لك الباب ده باللي بعده واللي قبله. ده غير المعدة حاجات ممكن تكون مش مهمة قوي، او مش بأهمية حاجات تانية، او مش بيتركز عليها في الامتحان. النقطة العاشرة والأخيرة، تقريبا كان الإمام الشافعي دايما يقعد يقول إنه لما كانت بتستعصى معاه مسألة في الفقه أو مش عارف يحلها، كان بيفضل يستغفر لحد ما المسألة دي تتحل معاه. عايز أقوله لك إن ربنا بيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني اللي يقدر يعمل لك كل ده بالاستغفار مش هيقدر يحل لك المسألة اللي واقفة قدامك. الفيزياء من أكتر المواد اللي هتستعصي معاك مسائل كتير، سواء في امتحان آخر السنة أو سواء وأنت بتحل الواجب وأنت في امتحان عادي في الدرس. فعشان كده لو حصل معاك الموقف ده ما تترددش في ان انت تستغفر كتير، بس المهم تستغفر بيقين ان انت ربنا هيوفقك باستغفارك ده. وبما انك وصلت لحد هنا، اتمنى يكون الفيديو ده بجد نفعك واستفدت منه. وصدقني انا من الشخصيات اللي بتحب النقد جدا وبتتقبله. فلو انت شايف اي مشكله في الفيديو او غلط في اللي انا قلته في النصايح، يا ريت تكتبها في الكومنتات، وباذن الله هعدلها في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.